ما ينفعش نيجي اسكندريه من غير ما نجرب الحواوشي الاسكندراني او العيش بلحمه. المره اللي فاتت انا جربت جزاره شوكولاته، المره دي بقى هنجرب اشهر جزاره في اسكندريه وهي جزاره الكيان. ولو انت رحت المحل ده يوم الجمعة بعد الصلاة هتلاقي طابور طويل كده على شماله. لو حد منكم يعرف الطابور ده بتاع ايه ممكن يكتب لي في الكومنتات. بس عامة ربنا يجازيه خير على كل اللي هو بيحاول يعمله. عامة المكان ده من اقدم الاماكن اللي في اسكندرية اللي بتعمل عيش بلحمة او حواوشي، اللي ساعة لما نزلت الفيديو اللي فات كله كتب لي في الكومنتات لازم تجرب الكيال. وفي صدفة غريبة كده برضه حصلت وانا واقف قدام المحل مستني الاوردر، لقيت موكب كبير كده معدي، اتاريهم كانوا بيصوروا فيلم والفنانة سوسن بدر تقريبا كانت بتقرا حاجة كده جوه العربية. انا ما اعرفش الصراحة هو فيلم ايه، بس احنا متحمسين قوي للفيلم ده يا فنانه. المهم بقى اول ما الاوردر جهز اخدته وطلعت اكل على احلى مكان في اسكندريه كلها على البحر. ما ينفعش بقى ناخد الحواوشي او العيش بلحمه ده وما ناكلوش غير على البحر. فاول حاجه معانا هي ممكن تقرب بقى الحواوشي اللي باللحمه ده، حاطط لي عليه كده من فوق جبنه موتزاريلا. طبقه اللحمه اهي، المفروض ده سعره 100 جنيه. هو في 100 و120 و140 اختلاف كميه اللحمه اللي جوه. تعالوا نجرب بقى، بسم الله. ما حلو قوي، هي التتبيله بتاعت اللحمه نفسها حلوه، الوش اللي فوق ده حلو قوي كجبنه. انا كمان اول ما فتحتها لما استلمت الاوردر على طول كان الجبنه دي بتشد وبتاع، فلا عاجبني. هو من تحت ومن فوق كده من هنا مزيت، بس هو بغض النظر عن كده لا هو عاجبني. حواوشي السجق وش بيتزا بيدوك معاه والله جوانتي كده، مش عارف انا ليه ما استخدمتوش، بس والله ممكن نستخدمه يعني. ده الوش بيتزا بقى، بص اوريك الجبنه نفسها كده بتشد، رايقه والله. حلو الوش بيتزا ده، احساسه احلى. انا البس الجوانتي على طول ويلا بينا. ده بقى الحواوشي اللي بالسجق وش بيتزا. انا ممكن ادوق السجق في الاول لوحده لانه هو جزار بقى وبتاع. بسم الله. حلو. هو انا عجباني عامه الخلطه بتاعته. لا دي سجق، اللي فاتت لحمه مفرومه. بسم الله. انا الصراحه عجباني كميه الجبنه اللي هم حاطينها من فوق مع كمان الخضار مع الحاجات دي كلها، بس السجق نفسه عاجبني قوي. فالحواوشي الوش بيتزا السجق لا حلو قوي. انا مش عارف الصراحه بالظبط هو احنا بنزود كام عشان نخليه وش بيتزا، عشان هم الناس هناك عرفوني قالوا لي انا هعمل لك كل حاجه وش بيتزا. قلت له لا انا عايز سجق بس، ده المفروض اقل كميه فيهم، بس هو بغض النظر يعني المفروض ده برده 100 120 140. انا بقى نخش على اخر واحد، وهو انا مستغرب الصراحه ان جزار بيعمل ده يعني. حواوشي ميكس جبن، واول ما تبص لها كده تفتكر انها بيتزايه ميكس جبن، هو اصلا شدتها لوحدها بيتزايه ميكس جبن. ده مش حواوشي، ده ما فيش لحمه. حواوشي ميكس جبن. والله هو مكتوب حواوشي ميكس جبن. لو مفيش لحمه مش حواوشي ميكس جبن. المهم يلا بينا ندوق، بسم الله. حلو. هو المفروض قال لي 4 انواع جبن محطوطين جوه، انا حقيقي مش فاكر منهم ولا واحده. انا حقيقي فعلا مش فاكر منهم ولا واحده، بس يعني انا لو افتكرت او لو عرفت اتواصل مع حد منهم بقول لكم ايه الاربعه يعني. انا كلمتهم عامه وطلعوا 3 انواع جبن عاديين خالص، مثلثات وشيدر وموتزاريلا. صوص سربرايزنجلي حلو. لا يعني هو فعلا طعم الجبنه نفسها حلوه، وفي فلا كحواوشي نفسه انا ما اعرفش بقى هو يتقال عليه حواوشي ولا بيتزا ولا هو ايه، بس الشيء ده حلو كميكس جبن وبتاع، فلا عاجبني. لو انا مثلا ممكن ارتبهم، لا هو الوش بيتزا حلو قوي، اللحمه برده لذيذ، بس انا بقى لو ينفع مثلا ميكس الجبن ده اضيف عليه لحمه ويبقى ميكس جبن باللحمه، ده هيبقى بيرفكت صراحه بالنسبه لي. بس غير كده لا هو الثلاثه عجبوني. اكتر واحد بس اللي هو الوش بيتزا السجق عندهم حلو قوي. بس كده يعني، قولوا لي اجرب ايه تاني في اسكندريه. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه، وتحيه خاصه لبهاء الكاميرا مان ده استعنا بيه عشان خاطر عشان احنا تهنا في اسكندريه. يلا سلام.